طيب اول حاجه هتروح على roadmap.sh وهتروح هتدوس انتر. لو مسجل دخول او لا ممكن تسجل حساب بس مش هتفرق معاك في حاجه. محتاج بعدها تروح على official road maps، هيجيب لك كل الرود مابس الاوفيشال او الرسميه. لو انت مبتدئ هتركز على المنطقه دي، دوس هنا يعني. لو ما عندكش تفضيل لاي حاجه معينه، لو ما تعرفش حتى فرونت اند باك اند ديف اوبس ايه الفرق الكلام ده، يبقى تركز في حاجه واحده وهي فرونت اند بيجنر، مش فرونت اند عادي، لا فرونت اند بيجنر دي اللي هتدوس عليها وهتشتغل من هنا. تقدر تحمل الملف ده كملف بي دي اف، بس تجاهل ده دلوقتي، مش محتاج تحمله، الموقع موجود. فهتبدا من اول هنا، بتبدا من اول حاجه فوق بتخلصها، بتنزل على بعدها، بتنزل على بعدها، بتخلص الاثنين دول، بعدها تفضل تنزل تتعلم الحاجات دي ورا بعضها لحد ما تخلص. ولما بتخلص، بما ان ده يعتبر الرود ماب بتاعت البيجنر، لما هتخلصها هتكمل على الرود ماب الكامله بقى، اللي هي الفرونت اند مش بيجنر لا ديفلوبر، وهتلاقيها بتكمل معاك من اللي انت لسه مخلصه. فهتتعلم الانترنت شغال ازاي، بعديها ال HTML تاني اللي انت يعتبر لسه مخلصه. هنا انت هنا اتعلمت HTML CSS جافا سكريبت صح، بس هنا تتعلم الحاجه بتفاصيل اكتر. فالاول هتفهم الانترنت بيشتغل ازاي، بعديها HTML CSS جافا سكريبت نفس الموضوع تاني، وبرده جيت تاني برده نفس الفكره، جيت وجيت هاب اللي هم موجودين هنا. اوكي، فانت هنا بس بتتعلم الحاجه بابسط صوره ممكنه، وبعديها هتيجي هنا وتاخد تفاصيل شويه بعد ما تفهم الانترنت شغال ازاي، اللي هو النقط اللي على جنب دي. يبقى ده في النقط دي محتاج تخلص النقط دي، نفس الفكره ده محتاج تخلص له النقط دي. السي اس اس محتاج تخلص لها ايه النقط دي، الجافا سكريبت النقط دي. تمام، يعني هتدوس خلينا ناخد مثال على اللي فاتت. من هنا كده لما هتبدا مع ال HTML هتبدا ازاي، هتدوس عليها هتفتح لك الصفحه الجانبيه دي هتبقى في الخلفيه، الصفحه اللي انت كنت فيها هتبقى في الخلفيه، والصفحه دي هتبقى بتفتح على جنب كده. دي بتقول لك ايه هو ال HTML اللي انت دوست عليه، وبتدي لك مصادر مجانيه علشان تتعلم ال HTML او ايا كان اللي انت دوست عليه هنا. دي مصادر مجانيه للتعلم ال HTML، وبعدها مصادر مش مجانيه بريميوم شويه، بس مش ضروري تكون بفلوس. يعني بريميوم مستواها اعلى، واحتمال كبير انها تكون بفلوس بس مش ضروري. يعني ممكن لما تروح على حاجه من دول ممكن تلاقي انهم بيدوا لك 7 ايام تجربه مجانيه، او بيدوا لك تقدر تسجل حساب وتستخدم الحاجه هنا تتعلم ببلاش، بس مثلا الامتحانات تكون بفلوس. يعني فاهم، مش ضروري تكون مقفوله تماما بفلوس، لا في احتمال انها ما تكونش مقفوله بفلوس. ففي الحاله دي بيقول لك سجل على سكرين بقى تاخد 20% تخفيض لما تدوس على اللينك من هنا يعني. بس انا عارف ان سكرين بقى اصلا مجاني، فعندهم باقه مجانيه، فانت لو دوست على حاجه من دول غالبا هتلاقي طريقه انك تتعلم الكلام ده ببلاش. بس انا بالنسبه لي انت مش محتاج اصلا انك تتعلم حاجه بفلوس او بريميوم او whatever. ده اللي انت محتاجه، المصادر المجانيه كفايه جدا انك تتعلم اي حاجه. فهتدخل جوه كل لينك من دول، هتدوس عليهم، هتقرا اللي فيهم عشان تتعلم ايه هي ال HTML. اول لينك ده مقاله، تاني لينك فيديو، تالت لينك فيديو، ورابع لينك هتلاقيه فيد على الديلي ديف. لو مش عارفها ممكن ناخد بص عليها، explore top posts about HTML. ده زي فيسبوك كده، بس بيجيب لك البوستات كلها تخص ال HTML بس. فانت محتاج تبدا باول حاجه فوق وبعديها تنزل لحد ما تخلصهم، غالبا مش هتحتاجهم كلهم، فانت هتبدا من فوق، ولما تحس انك مكتفي يبقى تمام كده خلاص. اول حاجه عاده هتلاقيها مقاله وبعديها فيديوز يعني. تمام كده خلصت ال HTML، بتدوس بره الصفحه على جنب بتقفل، بتدوس على السي اس اس. ايه هي السي اس اس؟ مصادر مجانيه لتعلم السي اس اس، نفس الفكره، كورس مقاله، والفيد ده اللي في الاخر ده ممكن تتجاهله. تمام كده، ونفس الفكره برضو في مصادر بريميوم او بفلوس، وانا شايف انك مش محتاج. انا اتعلمت كل حاجه من غير ما احتاج حاجات بفلوس يعني. حتى البريميوم بيبقى له باقه مجانيه، بيبقى له ترايل زي 7 ايام 14 يوم ببلاش، حاجات زي كده، ودي فترات كافيه جدا بالنسبه لي ان اتعلم اللي انا محتاج اتعلمه. لو ضروري يعني اتعلمه من المصدر اللي بفلوس يعني، بس غير كده كل حاجه متاحه بمصادر من غير فلوس زي دول، كورس ومقاله، غالبا كفايه جدا يعني انك تتعلم سي اس اس. بتخلص بتدوس في اي حته بره، بترجع جافا سكريبت. ايه هي الجافا سكريبت؟ مصادر مجانيه. عندك مقاله
محتاج تقرا المقالتين دول. المقاله الثانيه اللي هو ابني 30 مشروع جافا سكريبت، طبعا جافا سكريبت لغه برمجه، في 30 يوم كل يوم بتبني مشروع. بيتهيألي ده كافي جدا انك تعرف جافا سكريبت وتبقى فاميليار، او يعني تبقى حاجه مألوفه بالنسبه لك. لو بنيت 30 مشروع في 30 يوم ورا بعض هتبقى عارف جافا سكريبت، مش محتاج اكتر من كده كبدايه. تخلص تدوس بره جيت وجيت هاب، محتاج تتعلم الاثنين دول، نفس الفكره. بتدوس بتقرا دي، بتخلص الحاجه اللي هنا. اول حاجه دي الرود ماب، اللي هو لو عايز تتخصص جوه جيت هتحتاج تروح على الرود ماب الخاصه بيها، بس غالبا انت مش محتاج ده دلوقتي خالص، فهتركز على اللي هنا دول، اي كورسات او مقالات او فيديوهات، ده اللي يهمك، كورس مقاله فيديو. الفيد سيبه، الرود مابس سيبها، تمام، والبريميوم سيبهم برضو. نفس الموضوع هنا، هتكمل دول نفس الفكره. خلصت كل حاجه في الرود ماب دي، فهتعمل ايه؟ هتروح رايح على الرود ماب الكامله بتاعتها، اللي هي بعد كده هتعمل ايه؟ هتدوس هنا هيفتح لك الرود ماب بتاعت الفرونت اند الكامله، مش الفرونت اند البيجنر، مش المبتدئ، لا الفرونت اند فعلا لاي حد عايز يتعلم فرونت اند. هتبدا بيه، بتنزل من فوق كده، بتبدا بيه انترنت. فالانترنت هتتعلم ايه في الانترنت؟ ايه هو الانترنت؟ في مقاله هي بتتكلم عن الانترنت. نفس الفكره، ركز على الاخضر ده، المنطقه الاخضر، عشان ده اللي ببلاش، مالكش دعوه بالبريميوم. هتقرا المقاله دي وتخرج كده، انت خلصت الانترنت. بس خد بالك الاسهم، اللينكات دي محتاج تاخد بالك منها، محتاج تتعلم كل حاجه موجوده في اللينكات الخاصه بالكارت ده. فالانترنت دوست عليها، قريت المقاله كله تمام، رجعت، ما تدخلش على اللي بعدها. بص هنا الاول ازاي الانترنت بيشتغل، ايه هو ال HTTP، ايه هو الدومين نيم، ايه هو الهوستنج، ال DNS بيشتغل ازاي، المتصفحات او البراوزرز بيشتغلوا ازاي. محتاج تدوس على كل واحد من دول، تقرا مقالتين وفيديو 5 دقايق، دن، خلصت. ايه هو ال HTTP، اقرا 4 مقالات، خلصهم، هياخدوا معاك ايه يعني 10 دقايق، نص ساعه، ايا كان، اقراهم، خلصت ال HTTP. اعمل نفس الموضوع مع الباقي، وتبقى خلصت الانترنت بتفرعاته، وتقدر تدخل على ال HTML. بس مش هتبقى الجزء المبتدئ من ال HTML، لا، هتدخل على ال HTML، كل حاجه في ال HTML محتاج تتعلمها. وكل حاجه دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الحاجات دي، البيسكس، ازاي تكتب سيمانتيك HTML، الفورمز والفاليديشن، الاكسسبيلتي، لاول مره تعرف موضوع الاكسسبيلتي. ولو عايز ممكن تبص على السيو بيسكس. طب انا عرفت منين انه لو عايز؟ مش ضروري، علشان المربع اللي فوق ده، البنفسجي، ازرق بنفسجي اللون، علامه الصح دي معناها دي ريكومنديشن، يعني مرشح، دي اكتر حاجه مرشحه انك تتعلمها، دي اكتر حاجه ضروري انك تتعلمها. يبقى اللي هي ازرق او بنفسجي دي، ده اللي محتاج تركز فيه. اللي مطفيه زي ما مكتوب فوق كده، اللي مطفيه دي اضافي، مش ضروري تتعلمه، بس لو اتعلمته هيكون افيد. بس لو انت بتركز على ايه الضروري اللي محتاج اتعلمه علشان ابقى عارف HTML، هم دول، تمام، اللي عليهم البنفسجي المنور ده. المطفي معناها اضافي. طيب لما نكمل خلاص ال HTML، هتلاقي هنا ايه هو ال HTML، مقاله، فيديو، سيبك من البريميوم، سيبك من الفيد، اخرج. هتيجي هنا تتعلم من فوق learn the basics، البيسكس بتاعت ال HTML. بعديها نفس الفكره، semantics، 3 مقالات وفيديو. الفورمز اند فاليديشن، ايه هم اصلا ده؟ اقرا 3 مقالات. الاكسسبيلتي نفس الموضوع، ايه الكلمه دي اصلا، وبعديها مقاله وفيديو. وتبقى انت كده خلصت ال HTML بالافرع بتاعته. وتقدر تدخل على ال CSS، هتعمل نفس الموضوع، بتنزل مع الخط ده، شايف الخط ده نازل من هنا، انترنت، بينزل على HTML، بيكمل على CSS، بيكمل على الجافا سكريبت، بيكمل على الفيرجن كنترول سيستمز، بيكمل على VCS هوستنج. وهنا هتلاقي الاول مره اللون الاخضر. طب اللون الاخضر ده معناه ايه؟ هل ضروري بنفس مستوى البنفسجي؟ لا، هتبص فوق كده هتلاقي مكتوب هنا اللون البنفسجي او الازرق ده الريكومنديشن، ده اللي المفروض تتعلمه، ده الاساسي، ده اكتر حاجه اساسيه او كله بيستخدمها او مشهوره او المرشحه يعني انك تتعلمها. انما لو عايز بديل ليها، لو عايز تختار حاجه تانية، يبقى الاخضر. يبقى انت هنا بتبص على الفيرجن كنترول سيستم اللي هو جيت. بعد ما بتتعلم جيت ازاي يبقى عندك فيرجن كنترول، ازاي تتحكم في الفيرجنز بتاعت الملفات بتاعتك. بعدين محتاج مكان تهوست فيه، تشيل فيه الملفات دي، اللي هو هيكون جيت هاب. اشهر حاجه واكتر حاجه مستخدمه هو الجيت هاب، فعشان كده محطوط جنبيها البنفسجي. بس لو انت عايز بديل لجيت هاب ايا كان السبب، او عايز تتعلم حاجه كمان اضافيه بجانب جيت هاب، ايه اللي موجود؟ فهيبقى عندك بيت لاب او بيت باكت.
تمام، غالبا بنفس الترتيب. لو محتاج تعرف كل حاجه يعني وكل البدائل ايه، فيبقى تاخد الثلاثه. لو محتاج الضروري بس يبقى جيت هاب كافي جدا يعني. بتخلص بتدخل على الباكج مانجرز، نفس الموضوع. NPM هو الاساسي، بس لو عايز بديل بتشوف البي ان بي ام وبتشوف يارن. اوكي، ودلوقتي بقى في بان اضافي وفي دينو. في دينو 2 فيرجن 2 نزلت، مش مهم، المهم ان في حاجات تاني على دول بس احدث شويه ومش مستقرين بنفس استقرار دول، فدول اللي يهموك. دي بس اللي اساسي، دي اللي محتاج فعلا تعرفها كباكج مانجر يعني. والاثنين دول بديل او اضافي، بدائل او اضافات، صح؟ لو عايز تتعلم اكتر اعرفهم. لو عايز تتعلم بديل لان بي ام، لو عندك مشكله في ان بي ام، لو مش عايزها وعايز تعرف ايه البدائل اللي دي، يبقى تعرف بي ان بي ام او يار. تمام، بتخلص ده بتكمل مع السهم الخط الازرق وتنزل على فريم ورك. الاساسي اللي محتاج تعرفه هو رياكت، علشان اشهر حاجه، صح؟ الفكره بتاعت الكومبوننتس الكلام ده كله كان مع رياكت، فده اللي محتاج تعرفه اساسي. والبدائل هتكون ايه؟ البدائل هتكون اي حاجه من دول، فيو، سفيلت، انجلر، كويك، سوليد، ايا كان. تمام، بس برضو ركز في انك مش محتاج تعرف كل حاجه، انت محتاج تعرف حاجه واحده بس من دول، يا اما البنفسجي يا اما حاجه من الاخضر دول كبدائل. تمام، يبقى مش كله حاجه واحده بس. لو مش عايز دي، نقي حاجه من دول وتعلمها وشكرا كده، وبعديها تكمل مع الخط الازرق في اللي بعده. هتعمل نفس الموضوع مع الباقي كله، وزي ما قلنا كل حاجه من دول بتدوس عليها بيفتح لك تقرا عنها. تقرا اللي هنا عندك مقالات، فيديوهات او كورسات، هي دي الحاجات اللي انت محتاج تعرفها بس. مقالات هتلاقي كلمه مقاله يبقى تدوس عليها، هتلاقي كلمه فيديو هتدوس عليها، او كلمه كورس هتدوس عليه. هم دول الثلاث حاجات اللي محتاج تعرفهم لما بتدوس على اي حاجه من على جنب كده. محتاج تدوس على اي حاجه اصفر زي كده، ارتكل يعني مقاله، او فيديو، او كورس زي الاصفر دي كده، بس لما تكون فوق هنا عشان تبقى ببلاش يعني. هتفضل ماشي كده خطوه خطوه لحد ما تخلص المسار كله. CSS architecture preprocessors، هتكمل البيلد تولز، هتاخد شويه في البيلد تولز. بعدها تنزل على التستنج، عندك الفاي تيست او جيست لو عايز بديل، وتكمل مع الخط الازرق التقيل authentication strategies، وتكمل web security basics، بعديها web components، type checkers، SSR. وطبعا SSR هترجعك تاني الرياكت مره كمان من ناحيه الاس اس ار، والمنطقه دي هتدخلك في نكست جي اس واسترو او اي بديل، وتكمل. هتدخل تتفرع وبعدها ترجع تاني لنقطه الاصل وتنزل. اوكي، جراف كيو ال، ايه هو جراف كيو ال؟ نفس الموضوع، وهتحتاج تتعلم جراف كيو ال ابولو. فايا كان نفس الفكره هنا، هتحتاج المقالتين دول تقراهم والفيديو ده تشوفه، دول الاساسيين بعد ما تقرا دي. وهتكمل مع الخط الازرق لحد ما تخلص وتوصل للديسكتوب ابلكيشنز. غالبا هتكون مش محتاج قوي تكمل في المنطقه دي، او تكمل ايه اللي بعد كده. بس يعني عامه اللي بعد كده هيكون انك تتعلم تايب سكريبت مش جافا سكريبت بس. انت خلصت جافا سكريبت في كل اللي فوق ده، هتحتاج بقى تتعلم تايب سكريبت، تتعلم نود جي اس للباك اند، او تدوس في الفول ستاك تتعلم الباك اند، بما ان كل اللي فوق ده كان فرونت اند. فلو عايز تكمل فتتعلم الباك اند او الفول ستاك يعني علشان تبقى فول ستاك. اوكي، لو عايز اسئله واجابات تختبرك، كويزات يعني او اختبارات كده تختبرك في اللي انت درسته فوق، فهتلاقي الكويزات هنا. كويز 75 سؤال على جافا سكريبت، كويز على رياكت 51 سؤال، وبس. ده كل اللي انت محتاج تعمله هنا. طبعا معظم وقتك هيبقى في المنطقه دي، بتدوس على حاجه مثلا زي كده بتقراها، وبعدها بتعيش في المقالات اللي هنا. لو في فيديو، لو في كورس، بتعيش في المنطقه اللي هنا يعني. ولما بتخلص بترجع وتخش على اي فرعيات ليها، ولما تخلص الفرعيات كل فرعيات هتلاقي ليها نفس الصفحه الجانبيه دي، ولما تخلص الحاجه بفرعياتها بتفرعاتها بتروح مكمل في طريقك. تمام، ده اللي انت محتاجه، وكده انت تبقى خلصت. الاول بتخلص البيجنر او المبسطه، وبعديها تدخل على الكامله زي ما انت شايف بكل التفرعات، كل نقطه ليها تفرعاتها، وتبقى انت كده جاهز للشغل. ولو المسار ده كبير، التفرعات بتاعته كتيره، يبقى بتبدا بالمبسط الاول. تمام، لو عندك اي اسئله او محتاج اعمل فيديو زي كده عن حاجه تانية عرفني.